مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد بعد زيارة لكينيا. افتتاح معرض بمناسبة ذكرى الوحدة التاريخية. حراك لتحسين حياة المعاقين في أغودات. عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 23,000 ودعوات لتجنب إعاقة المساعدات. 4 قتلى على الأقل في زلزال ضرب بابوا الإندونيسية. طهران تقول إنها أثبتت حسن نيتها والدول الغربية أخطأت في حساباتها. السلام عليكم ورحمة الله. عاد الرئيس أفورقي إلى البلاد اليوم بعد زيارة رسمية إلى كينيا تلبية لدعوة الرئيس الكيني ويليام روتو. وأوضح البيان المشترك الصادر بعد لقاء الرئيسان ووقع عليه وزراء خارجية البلدين الاتفاق للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والملاحة الجوية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتنسيق الإقليمي. وأشار البيان إلى التوصل لتفاهم للتسريع بالتعاون التجاري وإلقاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين وفتح كينيا لتمثيل دبلوماسي لها في إريتريا. واتصل الرئيسان على العمل المشترك للشراكة الإقليمية والسلام والأمن الإقليمي وتطور منطقة القرن الإفريقي والتشاور المستمر بينهما وإقامة مفوضية للتعاون المشترك. وبحث الرئيسان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق التضامن الإقليمي، حيث شكر الرئيس الكيني ويليام روتو خطوة الرئيس أفورقي لإعادة العضوية في منظمة الإيجاد الإقليمية، واتفقا على التفاهم مع الدول الأعضاء لإعادة إصلاح المنظمة بما يلبي رغبات المنطقة. هذا وشارك في اللقاءات وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب والسفير بيان رؤوسهم. وأقام الرئيس ويليام روتو مأدبة غداء على شرف الرئيس أفورقي والوفد المرافق له. وغرس الرئيسان الشتول في القصر الرئاسي تعبيرا عن الصداقة الإريترية الكينية. وزار الرئيس أفورقي مشروع الطاقة المولدة من الرياح الذي يبعد عن نيروبي 150 كيلومترا. هذا وقام الرئيس أفورقي بلقاء عدد من الوزراء في الحكومة الكينية، وتبادل الرئيس أفورقي والوفد المرافق له التحايا مع أعضاء الجالية الإريترية في كينيا مساء يوم 8 فبراير. افتتح في سينما سجالة صباح اليوم معرض بمناسبة الذكرى 33 لعملية فنقل يحوي مختلف المواضيع. افتتح المعرض قائد القوات البحرية اللواء حمد كاري رفقة وزير الثروة البحرية السيد تولد قلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش. وضمن المعرض جناحا لضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع يحوي صورا تعكس البطولات ووحدة وصمود الشعب الإريتري في مسيرة النضال والجرائم التي نفذها المستعمر على المواطنين والعزل والتوتر وجرائم العدو في أسمرة في سبعينيات القرن الماضي. وضم جناح وزارة الثروة البحرية الموارد البحرية وجهود تسخيرها لمصلحة الشعب. كما قدمت شركة الأسماك ووزارة المعادن ودايفن سنتر وشركة البلاستيك وغيرها عرضا لأنشطتها، بالإضافة إلى أنشطة الشباب الطلاب التعليمية في الإقليم ومناشط تاريخية وعلمية وابتكارات. وتضمن الاحتفال أيضا سمينار حول الخلفية التاريخية لوحدة الكوماندو وعملياتها وسباق للدراجات في الختمية وكرنفال للطلاب عكس تاريخ وبطولات ورساي وفعاليات فنية لمختلف القوميات. يقوم قسم الخدمات الرقابة الإقليمية في الإقليم الأوسط بجهود لضمان جودة وسلامة الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول القسم السيد يوهانس كويرولد إن القسم يعمل بموجب مرسوم حجر النباتات والإعلان القانوني بشأن المعايير التي يتوجب على
مؤسسات تصنيع الألبان ومشتقاتها الإيفاء بها، والإعلان القانوني بشأن حفظ واستخدام وتخزين والتخلص من المبيدات الحشرية الصادر عام 2022. وقال إن القسم ضبط بالتعاون مع قسم النظام والقانون في الإقليم الأوسط في الربع الثاني والثالث من عام 2022 مبيدات صلبة وسائلة في أسمرة، وأشار إلى الرقابة الجارية في تنمية البذور المحسنة وضمان جودتها والقيام بأبحاث للتعرف على الأمراض النباتية والآفات. وذكر تقديم التحذير ل4 مؤسسات من جملة 12 مؤسسة لتصنيع الألبان ومشتقاتها لنقص في النظافة والجودة، بالإضافة إلى التخلص من اللحوم التي تتواجد فيها الأمراض بمراقبة 4 مؤسسات لذبح المواشي في الإقليم الأوسط. ودعا السيد يوهنس المزارعين لعدم استخدام المبيدات والأدوية الحيوانية غير المؤكد جودتها. قيم برنامج الادخار والقروض المصغرة في إقليم عنسبة أنشطته للعام الماضي في اجتماع عقده في مدينة كرن يوم 7 من فبراير. وأوضح البرنامج في التقييم تقديم 32 مليون نقفة كقروض للمواطنين، وتم إعادة 25.3 من هذه القروض العام الماضي، وذلك بفتح 154 بنكا ريفيا في الإقليم. وقال مسؤول البرنامج في إقليم عنسبة السيد غويتوم هبتزيون إن الهدف من البرنامج إقامة مؤسسات تجارية صغيرة وتطويرها من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وأشار مسؤول البرنامج بالإنابة السيد تاف لاس مروم تطور عمل البرنامج بفضل تفاني العاملين، داعيا لإعادة الدين المستحق في أوانه. وأوصى الاجتماع لعدم اقتصار الادخار أو إدخال المدفوعات في البنك التجاري فقط وتوسيعه ليكون في البنك العقاري التجاري. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم عنسبة السيد كبرون من رأيه إن القرض المقدم يحدث تغييرا في حياة الشعب والعمال، مؤكدا على تعاون إدارة الإقليم في أنشطة البرنامج. يعمل برنامج الادخار والقروض المصغرة في إقليم عنسبة بفتح فروع له في مديريات الإقليم 9 ومديريات كركبة والمنصورة والسلعة في إقليم القاشبركة. دعت جمعية معاقي الحرب في مديرية أغردات لتعزيز دور المجتمع والمؤسسات الحكومية لإنجاح جهود الجمعية لتحسين الحياة المعيشية للمعاقين عامة وأعضاء الجمعية خاصة. وأوضح السيد إدريس فرج في الاجتماع التقييمي للجمعية في مديرية أغردات إنه يتوجب مشاركة جميع المواطنين في جهود تحسين حياة المعاقين وعدم تركها لجهة بعينها، مشيرا إلى اتخاذ مبادرات مشجعة من الشعب والجمعية تجاه المعاقين. وذكر تقديم قروض للمعاقين بمبلغ تجاوز 1,800,000 نقفة العام الماضي. وأوصى مدير مديرية أغردات السيد إسحاق طعوم لتقوية مبادرات دعم المعاقين وضمان استمراريتها. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد 4 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا التي أودت بحياة أكثر من 23,000 وخلفت عشرات الآلاف من المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين. ووفقا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى أكثر من 19,000، فيما بلغ عدد المصابين 75,570. أما في سوريا فقد ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 4,000 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7,000. ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مضطرد في عدد القتلى شمال سوريا وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ. وواصلت فرق البحث والإنقاذ شمال سوريا وجنوب تركيا إخراج المزيد من الأحياء من تحت أنقاض المباني المنهارة. قتل 4 أشخاص على الأقل بعدما ضرب زلزال عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية، مما أدى إلى انهيار مقهى على شاطئ البحر. وشعر السكان بالهزة التي بلغت قوتها 5.1 درجة،
وحدد مركز الزلزال في جنوب العاصمة جيابورا على عمق 22 كيلومترا حسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. وأوضح مسؤولون أنه تم العثور على جثث الضحايا الأربعة في المقهى في جيابورا، وأن الغواصين يبحثون في مكان قريب عن ناجين محتملين. وأضافوا أن المنازل والمباني والمنشآت الطبية تضررت أيضا، وتم إجلاء بعض المرضى من مستشفى المدينة إلى الساحة المجاورة. كثيرا تتعرض إندونيسيا للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده أثبتت حسن نيتها خلال المفاوضات النووية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل. وأضاف خلال كلمة أمام البعثات الدبلوماسية في طهران بمناسبة إحياء الذكرى 44 لانتصار الثورة الإيرانية أن واشنطن والدول الأوروبية أخطأت في حساباتها عبر ما سماه التدخل في الشؤون الإيرانية ودعم الاحتجاجات فيها. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن مطلع الشهر الجاري أن طهران تسلمت رسائل من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي عبر قطر، مضيفا أن بلاده تسعى دوما إلى خلق بيئة ملائمة لعقد جولات تفاوض إضافية بشأن الاتفاق النووي. وفي السياق تتصاعد نبرة التهديد والوعيد بين تل أبيب وطهران على وقع تعثر المفاوضات في فيينا وإرجاء التوقيع على اتفاق نووي جديد من إلى أجل غير مسمى. ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من 100 رحلة جوية داخلية كانت مقررة نظرا للهطول الكثيف للثلوج. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن NHK أنه تم إلغاء إجمالي 118 رحلة جوية في العاصمة طوكيو ومنطقة كانتو كوشين. وفي سياق متصل أعلنت شركة سيكاك الحديد في شرق اليابان أنه من المخطط أن يتم تعليق خدماتها على خط ياماجاتا شينكانسن للقطار فائق السرعة بين محطتي فوكوشيما وشينغو. وكان مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان قد دعوا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر تحسبا لهطول الثلوج بشكل كثيف في طوكيو وبعض المناطق المحيطة، محذرين من إمكانية تعطل حركة المرور في الطرق والمواصلات العامة. ختاما لنشرة الأخبار أذكر بعناوينها. الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد بعد زيارة كينيا. افتتاح معرض بمناسبة ذكرى عملية فنقل التاريخية. حراك لتحسين حياة المعاقين في أغودات. عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا تجاوزوا 23,000 ودعوات لتجنب إعاقة المساعدات. 4 قتلى على الأقل في زلزال ضرب بابوا الإندونيسية. وطهران تقول إنها أثبتت حسن نيتها والدول الغربية أخطأت في حساباتها. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.